هذاك الوزير ديالك ديال العدل. الناس مشغولين مع مطيشه والبصله والزيت وتا القصور والمعدنوس، واش تا هو زادوا فيه؟ حول ولا قوه الا بالله. والبطاطا في هذا الوقت هذا جاي كتكلم على العلاقات الرضائيه، يعني كتكلم على الزنا، يعني كتكلم على الفساد. واش دابا وبين عشيه وضحاها وليتي فقيه ووليتي كتستدل لنا بالدوله العثمانيه؟ اش غتقول الله سبحانه وتعالى؟ اش غتقول للمسلمين؟ غنغيروا هذا القران؟ بغيتو نغيروه؟ جيبوا شي مرسوم غيروا لنا القران، غيروا لنا قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. جيب لنا شي قران اخر قول لنا فيه والزانيه والزاني والزاني فجلدوهما 100 جلده، والزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. القانون المغربي ما تيمنعش ما يسمى بالعلاقات الرضائيه، وشحال ديال العلاقات ما يسمى الرضائيه خدامه، ولكن القانون المغربي ملي تيكون نزاع في الموضوع كيتدخل بالسلطه. والسي وهبي راه الا مشيتي حتى دوزتي داك القانون ديالك راه الناس غيبداو يديروا شرع يديهم، الرجال العيالات اللي بعقلو، تكونوا مثقفين ولا ما تكونوش مثقفين، ولا تكونوا حداثيين ولا ما تكونوش حداثيين، ولا تكونوا متدينين ولا ما تكونوش متدينين. الدولة تحول دون الإجرام الآن، الإجرام لأنه الزوج اللي غيلقى مراته مع واحد آخر في ذاك الوقت إلا مشى تداز هذا القانون ما غيقدرش يمشي عند وكيل الملك وما يقدرش يقول له صيفط لي البوليس، غيقول له بيناتكم ما عجباتكش سير طلقها، غيصبر حتى يمشي يطلقها ويضربوا وياها الطلاق للشقاق الى كله انه نجيو ونبيح العلاقات. هذا الشيء هذا هو اللي بقى لك في المغرب. المغاربه العرب شحال هذه المغاربه قالوا اش خصك العريان؟ قالوا الخاتمه مولاي. دابا هذا قال له اش خصك العريان؟ قال له الفساد مولاي. معقول هذا الكلام؟ شنو بغيتيو ديروا بهذه البلاد ديالنا؟ قول لنا بصراحه. انا ما كنامنش بهذا الشيء اللي في القران ديالكم. قول لنا بصراحه، انا انسان حداثي كنتبع داك الشيء اللي تيقولوا لي المنظمات الدوليه والحركات النسوانيه والناس اللي كيحاسبوني. ديك الساعات ما غنتفقوش معاك وغنحترموك، ولكن دابا ما كنحترموكش، اسمح لي. ومشيتي يا الله مات يا الله، مشيتي كتقول خاص المراه والراجل يبداو يورثوا بجوج. كلفك شي واحد؟ كلفوك العيالات قولوا لي بغيتيو تورثوا قد رجالكم؟ بغيتيو تاخذوا حقكم، الحق اللي ما عطاه لكمش الله؟ الله هو اللي فرق وعطى للراجل جوج ديال الحقوق وعطى للمراه حق باش يبقى خوك يبقى خوك ويحن عليك، وباش واحد القضيه ما انتبهتوش ليها العيالات. خصكم انتبهوا، لان العيالات راه حتى هما ردوا البال، ما تكونوش بودينا، لان ديك الساعات الا تساوينا علاش غنبقى انا كنصرف على الدار بوحدي؟ صافي غنمشي على النبي نقول لها شوف انت النص ولا النص. دابا لا انا اللي كنصرف وهي فلوسها عندها بركتها كدير بهم اللي بغات، فهمتيني ولا لا؟ ديك الساعات ماشي قال لك اسيدي الراجل الا مات المراه تاخذ النص ديال داك الشيء اللي خلاه. دابا الا مات الراجل المراه كتدي الثمن الا كانوا عنده الاولاد، وكتدي الربع الا ما كانوش عنده الاولاد، ولا تفرقات معاه على حساب السي وهبي خصها تاخذ النص. شكون هاد المراه اللي غتبقى مع الراجل حتى يموت؟ واش كتفهموني ولا ما كتفهمونيش؟ دابا هذا كيدير لنا البهلوانيات، غادي يخرب البيوت ديالكم. العيالات انا كنقولها لكم، راه الرجال عفاريت، نتوما اللي غتخلصوا، نتوما اللي كتبقاو متحملين الاولاد، نتوما خاص الراجل يبقى معاك في الدار وتحسني ليه حتى يموت هو ولا تموتي انتيا، وديك الساعات اللي عطاه الله شي حاجه ياخذها. هذا دابا حنا اللي مزوجين، وهذوك اللي باقيين ما غيتزوجوش اش غيديروا؟ ما تلاوش باغيين يتزوجوا، ما تلاوش باغيين يتزوجوا. ضيقوا عليهم في الارزاق
ردوا البال للدين ديالكم، راه امور خطيره كتدار وغاديه تدار. دابا الاسره ديالكم خصكم تعرفوا بلي الاسره هي اهم شيء في المجتمع. الراجل والمراه والوليدات هما اللي كيرقنوا المبادئ. حنا يمكن نصبروا على الثمن ديال المطيشه ولا ديال البصله ولا ديال الزيت، ولكن ما نقدوش نصبروا على الدين ديالنا، لان بالدين ديالنا باش عشنا 14 قرن، وبالدين ديالنا باش يمكننا نستمروا الى الابد. كيف ترضى لنفسك ان تكون داعيه من دعاة الفساد؟ انت داعيه من دعاة الفساد.